في سنة 2000 وبالضبط في شهر غشت، مقاطعة سان برناردينو ولاية أوكلاهوما التابعة لدولة العم سام أمريكا، كاين واحد النهر سميتو نهر سبيسي اللي كيربط ولاية أوكلاهوما مع ولاية تكساس. كان في العشية ديال يوم صيفي من شهر غشت، كان واحد السيد كيمارس الهواية ديالو وهي الصيد في النهر اللي هضرنا عليه. فسالة من الصيادة كيدير الانتباه ديالو واحد الثوب حمر، كيقرب ليه كيتفاجأ بأنها صاية ديال واحد البنت مقتولة بطريقة وحشية. كيتصل بشرطة المقاطعة اللي كتحضر في الحين، وكتبدا المعاينة ديالها للضحية وأيضا لمسرح الجريمة. في البداية وضعت الشرطة مجموعة من الفرضيات وراء الجريمة، من بينها الانتقام أو القتل في حالة السكر أو دافع السرقة أو إخفاء الجريمة. بعد تحليل الحمض النووي للجثة، النتيجة هي الجثة لفتاة الاسم ديالها كاثرين، بائعة هواء أو عاهرة، واللي كانت كتخدم في حانة سميتها أديل سنير، الحانة اللي معروفة في ولاية أوكلاهوما. المحققين لقاو صعوبة في إيجاد دليل يقودهم المجرم. تحقيقات طالت ودامت 4 أشهر دون نتيجة، واعتبروا أن المجرم كان محظوظ في عدم ترك حتى دليل في مسرح الجريمة. الشرطة وهي معتاكفة باش تفك خيوط الجريمة، كيوصلها خبر صادم. شخص كان كيدير رياضة بغابة قرب نهر سبيسي كيعثر فجأة على جثة قرب الشجرة بجانب نفس النهر. الشرطة كتحضر كتلاحظ أن الجثة مقتولة بنفس الطريقة، لكن الصدمة الكبيرة هي أن الجثة من بعد التحليلات المختبر جثة لفتاة الاسم ديالها لورا، واللي حتى هي كتزاول مهنة الدعارة في حانة جوزيف فيشل. هنا الأمور بدات كتاخد منحى آخر. فرضية إمكانية المجرم يكون قاتل متسلسل بدات كتطرح عند الشرطة، خصوصا أن مسرح الجريمة كتغيب فيه للمرة الثانية أي دليل. هادشي كيأكد أن المجرم ممكن يكون محترف. مع ذلك تعاملت الشرطة مع الأمور كأنها جريمتين مختلفتين، وربما الصدفة لعبت الدور ديالها. بعد مرور أسبوع كانت الصدمة كبيرة، وماشي غير الشرطة، الآن صدمة كبيرة حتى للسكان. جثة ثالثة مقتولة بنفس الطريقة وفي نفس المنطقة، والصدمة كانت كبيرة بزاف لبائعات الهواء فاش خرجت النتيجة اللي كتقول أن الجثة الثالثة هي أيضا لفتاة تمارس نفس المهنة. الخوف غيم على المقاطعة، وكل شي ولا عارف أن قاتل متسلسل كيستهدف العاهرات كيعيش معهم في نفس المنطقة. قاتل متسلسل محترف، الضحية ما كتقاومش، والدليل في مسرح الجريمة ما كاينش. الضغط ولا صعيب على البوليس والمحققين، الإعلام والخوف ديال السكان كيزيد أيضا في الضغط. كلشي كينتظر جوج أخبار في أي لحظة: يا الشرطة تعلن اعتقال قاتل العاهرات المتسلسل، أو الشرطة تعلن العثور على الجثة الرابعة. 4 أشهر من الترقب والبحث والخوف، ما وقعت حتى جريمة، حتى بدا الكل كيظن أن المجرم وقعت ليه شي حاجة أو غادر المنطقة أو أنه تاب على ارتكاب الجرائم. واحد الصباح كتوقع جريمة اللي غتلغي جميع الشكوك. جثة في الغابة بنفس طريقة القتل في نفس الظروف وللأسف بنفس النتيجة. جثة لفتاة بائعة الهواء. الكل ولا كيخاف، كيزيد الضغط على الشرطة. أسبوع بعد الحادثة جثة خامسة مهزوزة فوق الماء لفتاة أخرى، واللي بدون شك هي أيضا ضحية لنفس المجرم، القاتل المتسلسل والمتخصص في بائعات الهواء. هنا الشرطة كتطلب المساعدة من الشرطة الفيدرالية والاف بي اي، وتم الاستعانة بمحقق عنده خبرة مع هذا النوع الجرائم، القتل المتسلسل. هذا المحقق محترف فك خيوط الجرائم، واللي هو براين باركر، واللي ملقب من طرف الزملاء ديالو بشارلوك هولمز. من بعد الفحص ديال تقارير الجثث من طرف المحقق براين وزيارة مسارح الجرائم الخمس، كيأكد المحقق أن المجرم قاتل متسلسل محترف، عنده بنية قوية، غالبا محترف في شي رياضة حربية أو عنده تداريب خاصة، لأن طريقة القتل وعدم مقاومة الضحية وعدم ترك دليل كيأكد هذا الاستنتاج. هنا تم تحديد المقاطعة هي المنطقة المستهدفة من البحث،
وبدات مراقبة أي شخص عنده سوابق في القتل أو الاغتصاب والعنف، واللي كيتوفر على بنية قوية ومحترف في أحد رياضات الدفاع عن النفس أو عنده تداريب خاصة. بعد مرور شهر على آخر جريمة، جثة فتاة معلقة في شجرة بحبل ومقتولة بنفس الطريقة. هنا كيحضر المحقق والشرطة بمختلف أنواعها. بعد مدة المحقق كينتبه للربطة أو العقدة ديال الحبل واللي كانت ربطة خاصة، وهنا قدر المحقق يلقى أول راس خيط اللي ممكن يقلص عدد المشبوهين. بعد البحث من طرف المحقق شكون اللي كيدير ديك الربطة اللي كانت متقونة، كيلقى أنها ربطة كيتعلموها في البحر، خصوصا البحرية الأمريكية، وهي ربطة احترافية. هنا بكل سرية كيتم البحث على جميع الأشخاص اللي خدامين أو كانوا خدامين في لامارين، وخصوصا اللي عندهم ماضي يتسم بالعنف. كل مخبر كيراقب أحد المشكوكين. في واحد الليلة أحد متقاعدي البحرية الملكية واللي هو دونالد براون كيخرج بالسيارة ديالو متجه لأحد الحانات، واللي كان كيمتلك بنية قوية واللي كانت عنده سمعة طيبة بين الناس والجيران. كيوصل لأحد الحانات وكيساوم إحدى العاهرات واللي كتركب معاه. هنا المخبر اللي تابعو كيبدا يزيد في الشك ديالو رغم أنه كان مستبعد دونالد براون. بعد المراقبة عن بعد كيلاحظوا المحققين أن براون بدا الهجوم على الفتاة، وهما يوقفوا عليه. من بعد الاعتقال ديالو بداو معاه الاستنطاق ومحاصرته بالأسئلة، خصوصا أنه تشد متلبس بالجريمة. كيعترف براون في الأخير بارتكابه لجميع الجرائم وقاتل جميع الجثث اللي لقوها قرب النهر أو في الغابة المحاذية. كيصرح أيضا أن السبب وراء ارتكابه الجرائم في حق بائعات الهواء كان هو أن عاهرة كانت سبب انفصال الأب مع الأم ديالو، وهذا الطلاق تسبب ليه بألم كبير وبمشاكل، خصوصا أنه كان كيشوف باه مدمن خمر وعاهرات، وأن الأب ديالو كان هاملو وكيتعامل معاهم بلطف. رغم مرور عشرات السنين على أحداث الطفولة ديالو، كان براون دائما كيتفكر أحداث الطفولة اللي كانت منقوشة في الذاكرة وفي النفسية. هنا خاصني نطرح مجموعة من الأسئلة اللي فعلا كتفرض راسها، واللي بغيت إلا كان شي متخصص أو إنسان مهتم يخلي لنا في التعليق أجوبة على هذه الأسئلة. إلا كانت مرحلة الطفولة بهذه الخطورة والحساسية وعندها امتداد في مرحلة الشباب وحتى الكهولة وربما الشيخوخة، واش حنا في المغرب عندنا مراكز ديال الاستماع والدعم النفسي؟ ما كنقولش العلاج النفسي، غير الدعم النفسي، خصوصا الأطفال اللي تعرضوا أو شافوا حالات عنف أسري. السؤال الثاني، واش كاين شي تفسير نفسي لهذه الظاهرة؟ علاش كنشوفوا جوج فئات ديال الآباء؟ الفئة الأولى اللي في الطفولة ديالهم تعرضوا للعنف، لكن فاش كبروا رفعوا الشعار ديال ولادي ما خاصهمش يعيشوا داكشي اللي عشت ويعانيوا المعاناة اللي عانيت. في المقابل كاينه فئة أخرى ديال الآباء اللي تعرضوا للعنف وكيمارسوا نفس العنف على ولادهم. وفي الأخير علاش الآباء والأمهات ما كيدركوش أن الأطفال عندهم وعي وذاكرة كتخلي جميع أحداث الطفولة كترافقهم طيلة حياتهم، وكتبقى الأحداث اللي عاشوها مكبوتات مدفونة، واللي كتخلي الطفل طيلة حياته وسط المجتمع قنبلة موقوتة.